يلا يا يا جدعان، ابني السنة احنا الجديدة كل سنة هشتغل. بنحتفل بيها وتطلع السنة أوسخ من اللي قبلها. ما هو خليك أبو متفائل يا ابو أم حموكشة. التفاؤل ده اللي مودينا في داهية. ربنا يستر علينا السنة دي علشان الواحد خلاص جاب آخر. هو فين حموكشة بقى؟ راح فين تاني عشان نحتفل؟ رحيم، اهو وصل اهو. يا خراشي عليه، ربنا يحفظه. يا اخواتي مخلفة اسد. سلام عليكم، سلام عليكم. حموكشة بيحييكو. ايه يا نجم، كل ده يا نجم؟ لا مؤاخذة يا زمالكس، كنت مزنوق على الدائري. الحمد لله السلامة يا حبيبي، كنا مستنيينك من بدري. ايه الحلويات والشقلوزات دي؟ باين لها السنة هتبقى زي العسل. يا حبيبي الأيام كلها عسل طالما انت وسطينا. المحن اشتغل اهو. شوفوا يا جدعان هتعملوا ايه علشان الساعة دخلت على 12. قبل ما نعمل اي حاجة، انا هجيب امنيات السنة اللي فاتت وانا جبتها معايا. هنشوف كل واحد كان يستمنى ايه السنة اللي فاتت واتحققت. موجود يا ابو الحناكيش. ما انا عارف ان هي موجودة، ما انا جبتها في قلب الطاقية بتاعت بابا نويل. ايه يا حموكشة، مش هتشغل لنا انزل يا جميل على الساحة واتمخطر كده بالراحة؟ اه، مفيش الكلام ده، احنا ولاد عائلات محترمات. بقول لك يا ابني شغل لنا كتاب حياتي يا عين. ما شفت الحزن زيه فيه كتاب سطرين. والباقي كله عذاب عذاب. اه يا عين. جرى يا راجل انت وهو، دي حفلة رأس السنة مش حفلة طهور. هطلع لكم الأمنيات كل واحد كان بيتمنى ايه السنة اللي فاتت وهقولها لكم. يا ابني اقراها بس بصوت واطي علشان مش عايزين فضايح. أمنيات العائلة المحترمة سنة 2022. مش يا ابني احنا خلاص خلصنا منها وعدت السنة خلاص على خير؟ ما دي يا ماما الأمنيات اللي احنا كنا كاتبينها في أول السنة، عايزين نشوف مين الأمنية بتاعته اتحققت في السنة دي. هو يا ابني لو كان الأمنية اللي اتمناها السنة اللي فاتت كانت حققت كان ده بقى حنا. بقول لك يا حموكشة، عادك تقول الأمنية بتاعت أبوك عشان نعرف الأمنية بتاعت أبوك كان بيتمناها ايه واتحققت ولا ايه. يا سواد الحلل. زعبل، نفسي اشتري موبايل ولابتوب. موبايل ولابتوب مرة واحدة؟ هو انت حد قالك ان ابوك شيخ غفر؟ يا حاج دي مجرد أمنية، ما تاخدش ببالك. مش عيب يا ابني لما تتمنى، بس لما تيجي تتمنى اتمنى على قدك ياللي الزمن هدك. يلا حموك شبهات اللي بعده. الحاج أبو حموكشة. يا نفسي سواد الحلل. أطلق أم حموكشة وأتجوز هيفاء وهبي. يا سواد الحلل. يا نهار أبوك أسود. كتاريخ ما كنتش عايز تخلي الواد يقرا في الأمنيات. ده كلام على الورق يا ام حموكشة، ده انت اللي في القلب. حسابك معايا يا أبو حموكشة بعد كده. الله يخرب بيتك ويخرب بيت افكارك يا حموكشة. يلا يا حبيبي كمل. أم حموكشة. نفسي أتطلق من أبو حموكشة وأتجوز صابر الرباعي. نعمين يا حالتها. هو المكتوب قدام مني يا حاج. ايه الكلام ده يا ام حموكشة؟ أيوة يا أخويا، هو الكلام ده. مش معنى أنت عايز تتجوز هيفاء وهبي. طب ما احنا متفقين ما نفضها سيرة ونخلص. يا أخويا ده كلام على الورق، ده أنت اللي في القلب يا أبو حموكشة. أصيلة يا ام حموكشة. ممس. يا اخويا انا موجود. نفسي في 2023 أتجوز هيفاء وهبي. نعم ايه يا ممس؟ هو احنا هنخش على امنيات بعض ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا ابو حموكشة، ما كنتش اعرف ان انت كنت عايزها. وخلي بالك لما تيجي تكتب امنية السنة دي
حاضر يا ابو وبعدين حموكشة. هيفاء وهب دي كبيرة عليك، عايزة واحد راجل كده حمص زي انا كده بالظبط. وبعدين كده يا ابو حموكشة. اسكتي انت يا بتاع صابر الرباعي. كده بقى يا حموكشة مش فاضل الا انت ومراتك. ما ينفعش اللي بيقرا الامنيات يقرا الامنيه بتاعته. على ايه حالتها؟ هو على راسه ريشه ولا على ايديه نقش الحنه؟ ولا يكونش كان عادي يتجوز نانسي هو كمان؟ لا طبعا. هو انت تعرفي عني كده؟ لا ده انا اعرف عنك اوحش من كده. قول يا حموكشة، ما انت فضحتنا كلنا. علشان كده انتوا عيله مفضوحه. انا جيت في العيله دي غلط. يلا يا ابني اقرا امنيتك عشان نشوف احنا ورانا ايه. حموكشة، نفسي ابقى غني واجيب عربيه احدث موديل. و و و وايه؟ انت انت و و و ايه انت؟ واتجوز 4 ستات حلوين، بس مش هقعدهم مع بعض. من شابه اباه فما ظلم. على وضعك يا حموكشة، انت ابن الوز عوام. 4 مرة واحدة يا مفتري. انت عايز تتجوز 4. ايه ده؟ هي راحت فين؟ يا نهار اسود.